الفيديو ده هيكون دسم شوية، فأنت حاول تسمعه كده وانت بالك رايق. ولسه مكملين مع كتابنا العزيز Atomic Habits أو العادات الذرية. احنا كنا اتكلمنا في الجزء الأول عن حياة الكاتب ومعاناته اللي وصلته لفكرة أو لأهمية وجود العادة في حياته. كمان اتكلمنا عن مفهوم 1% وشرحنا فيه باستفاضة. حاجة تانية لازم نبقى مستوعبينها كويس علشان نتطور، إن تكوين عادة إيجابية أهم من تحقيق هدف لحظي. وخليني أديلك مثال علشان أقدر أوضح لك المعنى. أنا أوضتي متبهدلة تماماً وحطيت لنفسي هدف، الهدف ده عبارة عن تنظيم وترتيب أوضتي للوقت الحالي بس، وفعلاً استجمعت كل قوايا علشان أأدي المهمة والهدف، وتمت العملية بنجاح. ولكن عاداتي الغير مرتبة فضلت هي نفسها اللي وصلت غرفتي لحالتها القديمة. فيومين بالكتير وهتلاقي نفسك قدام أكوام جديدة وفوضى كبيرة ما اختلفتش كتير عن الفوضى اللي انت كنت لسه منظفها. احنا بنبقى مفكرين ان احنا المفروض اللي نشتغل عليه ونغيره هي النتائج، بس الحقيقة وواقع الأمر بيقول إن النتيجة مش هي المشكلة واللي احنا فعلا محتاجين نغيره هو النظام اللي بيسبب النتيجة. فانت لما تحل المشكلة على حسب النتيجة فانت كده بتحلها بشكل مؤقت، في حين إن علشان تتحسن بصفة مستمرة فانت محتاج تحل المشكلة بتاعة النظام نفسه. ببساطة احنا لما نصلح المدخلات هتتصلح المخرجات من تلقاء نفسها. عادة احنا بنتوقع ان النجاح يكون خطي وعلى اقل تقدير بيكون نفسنا نحققه بسرعة، بس في الواقع النتائج بتاعت جهودنا بتيجي متأخرة، فيمكن يمر عليك شهور او سنين لغاية ما تدرك قيمة اللي انت عملته ويظهر المردود والأثر. وده بيوصلنا لمنطقة سماها الكاتب وادي الإحباط، اللي الناس فيه بتفقد همتها بعد ما بتبدأ بشهور أو بأسابيع من الشغل الجاد من غير ما تلاقي أي نتيجة. بس بالرغم من ده العمل ما كانش ضايع، هو ببساطة كان مخزن ومش هيبان قيمته ولا أثره إلا بعد وقت طويل. اتعود إنك تركز على النظام أكتر ما بتركز على الهدف. معظمنا بيحط لنفسه أهداف كتيرة على الصعيد الشخصي أو المهني، بس للأسف بنفشل في تحقيق معظمها. والسبب بيرجع إن في فرق ما بين النظام والهدف. الهدف معني بالنتيجة اللي أنا عايز أحققها، بس النظام معني بالعملية اللي هتأدي لتحقيق النتائج دي. مثلا أنا هدفي إن أجيب درجات عالية، بس نظامي هو طريقتي اللي هتوصلني إن إزاي أجيب الدرجات العالية دي. طيب سؤال مهم، هل أنا لو تجاهلت أهدافي وركزت بس على نظامي هل هقدر أنجح؟ طيب لو طبقنا السؤال ده على المثال اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه دلوقتي، فلو ركزت بس على إني أذاكر باستمرار ونظم مواعيدي إلى آخره هل هنجح؟ أتصور إنك بكل جدارة هتقدر. بس مش معنى كده أبداً إن الأهداف ملهاش قيمة أو لازمة. الهدف فايدته إن هو بيعرفك أنت عايز تروح لفين، بس النظام هو اللي هيوصلك فعلياً ناحية الهدف ده. المشكلة بتيجي لما بنفكر أكتر من اللازم في النتيجة وبندي وقت أقل من المطلوب في وضع نظام فعلي حقيقي قابل للتطبيق. الكاتب بيقول لنا 4 أفكار إحنا محتاجين نعيد النظر فيهم. إن إحنا بنفترض إن اللي نجح بس هو اللي كان عنده هدف، وإن هدفه ده هو اللي كان السبب الوحيد في نجاحه، وبننسى إن الأشخاص اللي ما قدروش يوصلوا للنجاح ده كمان كان عندهم نفس الهدف. وصولك لهدفك مش هو اللي هيغير حياتك، وإن كان فيها جزء من الصحة، بمعنى إنك لما بتحقق هدفك هيغير حياتك ولكن تغيير لحظي فقط. إنك بتوقف سعادتك على وصولك لهدفك، يعني أنت بتفترض ضمنياً إني بمجرد ما أحقق هدفي هكون سعيد، فأنت مأجل أي شعور بالسعادة لحاجة في المستقبل. وللأسف الشديد كلنا بنقع في الفخ ده بطريقة أو بأخرى، فبيتكون عندك صراع إما إنك تحقق هدفك وتبقى ناجح وسعيد، أو تفشل وتبقى محبط. فأنت كده بتحبس نفسك عقلياً في نسخة ضيقة جداً من السعادة، وده شيء مضلل على حد قول الكاتب وغير منطقي أبداً. رابع حاجة وآخر حاجة، الهدف بيخليك بمجرد وصولك ليه بتنعدم رغبتك في التقدم مرة تانية، علشان ما بقاش عندك حافز يحركك. ليه؟ لأن الأهداف بتتعارض مع التقدم طويل الأمد. طيب سؤال، هو ليه سهل إن يكرر عادة سيئة بس صعب إن يبني عادة صحية؟ أو سؤال تاني، هو ليه تغيير عاداتنا حاجة صعبة ببقى مش عارف ألتزم؟ الإجابة على السؤالين دول هم حاجتين. أول حاجة لأن إحنا بنحاول نغير الحاجات الغلط اللي مش المفروض نغيرها. تاني حاجة إن إحنا بنغير بالطريقة الغلط. وخلينا أشرح أول نقطة باستفاضة. يعني إيه بنغير الحاجات الغلط؟ يعني أي عادة أو سلوك هي عبارة عن 3 مستويات أو 3 طبقات: النتائج والعمليات والهوية. والكاتب هنا بيدينا مثال يوجع العين شوية. بيدينا مثال بالبصلة. البصلة عبارة عن طبقات. الطبقة الخارجية أو الطبقة الأولى هي طبقة النتائج، وهي دي اللي بنقف عندها وبندبدب رجلينا وعايزين نغيرها، زي مثلا إني أوقف تدخين أو أفوز ببطولة أو أفقد وزن. يعني إحنا عايزين نغير المحصلة.
الطبقة التانية وهي معنية بتغيير النظام، بتغير فيه نظام حياتك، نظام أكلك، شغلك، تفكيرك، وغالبية العادات اللي بنبنيها بتكون مرتبطة بالمستوى ده. طيب، الطبقة التالتة أو المستوى التالت هي هويتك، معتقداتك عن نفسك، نظرتك لنفسك، للعالم اللي حواليك، الأحكام اللي بتصدرها على نفسك أو على اللي حواليك. وغالبية المعتقدات والافتراضات اللي جواك بتكون مرتبطة بالمستوى ده. يعني ببساطة كده، النتائج هي ما تحصل عليه، العمليات هي ما تفعله، الهوية هي ما تؤمن به. فأنت لما بتنوي تتغير بتركز على اللي عايز تحققه وبتكون عادات مرتكزة على النتائج، والبديل الصحي إنك تبني عادات مرتكزة على الهوية. وخليني أديلك مثال عشان أقدر أوضح النقطة دي بالذات، علشان ممكن تكون تهت شوية. شخص بيحاول يوقف تدخين وجه حد عرض عليه سيجارة، الأول هيكون رده لا شكرا أنا بحاول أوقف تدخين، والرد يبدو منطقي جدا وما فيهوش أي مشكلة، ولكن رده ده بيقول إن هو مازال معتقد من جواه إن هو شخص مدخن. أما الشخص التاني فهيقول لا شكرا أنا مش بدخن، هو عنده هوية الشخص المتعافي. الفرق يبدو بسيط، ولكن تأثيره مش بسيط أبدا. لما تغير معتقداتك هيكون سهل عليك تلتزم بتغييرات طويلة الأمد بتتسق أو بتتوافق مع هويتك ومعتقداتك دي. مش الهدف إني أرتب غرفتي أو بيتي النهاردة، الهدف إني أبقى شخص مرتب. مش الهدف إني أقرأ كتاب، الهدف إني أكون قارئ. سلوكياتي في الغالب بتكون انعكاس لهويتي ومعتقداتي عن نفسي. طيب، نقطة مهمة جدا جدا، أوقات ممكن تكون هويتك دي خاطئة. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت مكون معتقدات عن نفسك، أنا وحش جدا في إني أفتكر الأسماء، أنا شخص متأخر على طول، أو أنا شخص مش بعرف أتعامل مع التكنولوجيا. فبتلاقي نفسك مرتاح مع الهوية دي وبتعمل الحاجات اللي تخليك تتسق مع المعتقد ده عن نفسك. علشان كده لو عايز تتقدم دايما يبقى لازم تعمل تنقيح لمعتقداتك دي، وإنك تعمل تحديث لهويتك باستمرار وتعيد التعلم. طيب، سؤال حد يسأله، لو أنا عايز أغير معتقداتي عن نفسي هل ده ممكن؟ عادي يعني بتحصل؟ الإجابة هي أكيد أيوة تقدر. طب إزاي؟ الإجابة هي عاداتك، وخليني أقولك إزاي. عاداتك هي اللي بتجسد بيها هويتك. فعلى سبيل المثال أنا شخص مهمل، ده معتقدي عن نفسي بس أنا عايز أغيره. فأنت لما ترتب مكانك كل يوم أنت كده بتجسد هوية الشخص المنظم. يعني لو ذاكرت درس كل يوم لمدة ساعة فده دليل على إني شخص مجتهد. لما بتكتب كل يوم أنا كده بجسد هوية الشخص المبدع. لما بتتدرب كل يوم أنت كده بتجسد هوية الشخص الرياضي. يعني كل لما تكرر سلوك كل ما زاد تعزيزك للهوية المرتبطة بالسلوك ده. فبغض النظر عن هويتك الحالية أنت مصدقها لأنك عندك دليل على صحتها. مهم تكون عارف إن مش بس العادات هي الحاجة الوحيدة اللي بتأثر على الهوية، ولكن بحكم تكرارها فهي بتكون الأكثر أهمية. خد بالك إن كل فعل بتعمله هو أشبه بعملية تصويت على الشخص اللي بتتمنى تكون عليه. مش فعل واحد اللي هيغير من معتقداتك، ولكن مع تراكم الأصوات دي بتتراكم الأدلة على هويتك الجديدة. ببساطة كده، أنت عايز تتغير؟ حدد نوعية الشخص اللي عايز تكون عليه، اثبت لنفسك من خلال المكاسب البسيطة، وخليك فاكر عاداتك بتشكل هويتك وهويتك بتشكل عاداتك. بس كده. أعاننا الله وإياكم.